السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة جاية لكم بطريقة فراخ التكة. التكة ديت دي توابل بتتحط على الفراخ، مقطعاها أنا قطع كده زي ما انتوا شايفينها بالمنظر ده، بس الطعم ايه روعة. هنشوف الطريقة بالظبط ومشوا معايا بالوصفات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير. ويلا نبدأ. هبدأ كده ان شاء الله اقطع كده الفراخ. انا مقطعها بالطريقه اللي انتوا عايزاها، ده كان صدر فرخه وانا قطعته بالشكل ده. حطيت عليه ملح، فلفل اسود، والبهارات اللي انا بقول لكم عليها. الفراخ التكه تتبيلتها احط منها معلقه كبيره لو هي نص فرخه، لو الفرخه كامله كبيره احط معلقتين. جبت الطاسه بتاعتنا، سبتها بتاع ربع ساعه، وحطيت الطاسه بتاعتنا على النار او الجريل بتاعي. وبدأت ان انا انزلها، تكون الزيت سخن بالشكل دوت عشان تدي للفراخ صدمة وتفضل الفراخ طرية. بدأت انزلها واظبطهم كلهم بحيث ان يبقى كلهم مفرودين على الجريل كله وياخدوا وش. تمام. انت بتسيبي الفراخ متبلة في التتبيلة بتاعتها ديت ربع ساعة، تشرب من التتبيلة بتاعتها شوية. تمام. انا اول ما بحس ان هي بدأت ان هي تاخد لون من تحت بقلبها، اديني قلبتها اهو، وانزل عليها ببصلايه صغنطوطه. تمام. واحط شويه ورق لورا، وانزل بميه سخنه مغليه، ميه سخنه مغليه، واسيبها وهدي النار بقى عليها كده تمشمش مع نفسها. تمام. اجيب هنا، جبت بقى قلت اكمل الغدا بتاعنا طاسه، حله انا اسفه، احط عليها بصلايه صغننه، شويه زيت، واقلب قلب. ولما الفراخ تستوي قلت اعمل جنبي منها حاجه، مع البصله رشه سكر كده بتكرمل البصلايه، بتخليه ليها طعم تاني، تنقل الاكله طعم تاني. بصوا هنا الفراخ فتحت عليها الجريل، بتاخد وتدي وتهدي النار عليها كويس جدا. بصوا قلبتها، اديت شكل جميل، اللون جميل ذهبي ده. بس هتجربوها هتدعولي بجد والله، طعم تحفه بجد، تحفه تحفه يعني. اهم حاجه تهدي النار بحيث ان هي تاخد وتدي في السوا. ماشي. لو خصوصا لو الفراخ دي كمان صبحه، اما لو الفراخ دي اصلا كانت في الفريزر عندك فهتلاقيها برضو استوت معاكي بسرعه، غير الفراخ اللي هي الصبحه بتبقى بتحتاج سوا كتير. بتسوي فيها كتير جدا. هنا كده البصلة بدأت تكرمل، بدأت انزل عليها الطماطم، صلصة الطماطم طبعا مش متسبكة، دي مضروبة في الخلاط. مشي وقلب، حطيت الملح والفلفل الاسود ومرقة، هحط عليها مرقة، مكعب مرقة. عايز تحطي مش تحطي، انا مش بحبها قوي بس يعني قلت الوصفة تبقى كاملة يعني. نزلت بقى بسلة. تمام. عليها دي طبخة البسلة وكل عارفة، بس انا قلت ايه اكمل لكم الفيديو بطبخة جنبيها، عملت ايه جنبيها يعني. طبعا كده ايه، وهديت برضو النار عليها بحيث ان هي تاخد وتدي معاها في الايه، في التسوية وتشرب من الصلصة بتاعتها. هنا كده بدأت ان هي تدخل خلاص كده في السوا، ودي كذلك دخلت في السوا بتاعتها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا انا نسيت انا اوريكم الرز ده عملته ازاي. اديني فضيت الفراخ في سيرفيس ونزلت عليها الصوص تحفه، اقسم بالله كانت جميله جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش بالدعم باللايك والشير وتعليق حلو كده، شجعوني بجد ان انا اكمل في الاكلات ديت. وادي البسله طعمها تحفه، ولسه شوية سلطة بتاعتنا. طبعا اوعوا تنسوا السلطات في اي اكل. وده الرز اهوت، طبعا الرز سهل جدا اي حد ممكن يعمله. وكده ده كان غدانا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام.